النهارده هعمل معاكم بسبوسة الحلواني المرملة بلونها الذهبي التحفة. هقولك ازاي تعملي بسبوسة مظبوطة مرملة من غير ما تنشف معاكي او حتى كمان ما تشربش الشربات بتاعها. كل اسرار البسبوسة هقولها لك في الفيديو ده، وكمان هقولك سر لونها الحلو. وهنسقيها بشربات يكون مش بكمية كبيرة عشان ما تطلعش معانا مسكرة زيادة وتجزع. شايفين متقطعة مظبوط ازاي، والسمك بتاعها ممتاز، بتطلع بكل سهولة، مش بتكسر معايا ولا بتفتت. ولكن اول ما تيجوا تاكلوها هتلاقوها مرملة معاكم وحلوة جدا، يعني مرملة وفي نفس الوقت متماسكة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هكرمل نص كوباية من السكر. اول ما الكراميل يوصل للون ده والسكر يدوب تماما هنزل عليه بنص كوباية من الحليب. هقلبهم بقى بسرعة جدا، واحاول ما اوقفش ايدي خالص في التقليب لحد ما الكراميل يدوب تماما، واحاول اهدي النار في الخطوة دي. هي كتلت معايا كده عشان حاطين الحليب ساقع، لكن لو حاطينه مغلي فمش هيكتل معانا التكتلات دي وهتفك بسرعة قوي. وزي ما قلت لكم نحاول نهدي النار او نطفي خالص، عشان مش عايزة الحليب يغلي كتير لحد ما ادوب السكر، لان كده الكمية بتاعته هتقل وهيتبخر. فانا عايزة افضل محتفظة بكمية الحليب، فممكن نطفي النار واحنا بنقلب في الخطوة دي. وهنا بعد ما السكر خلاص داب هتحسوا كده ان بقى فيه تكتلات في الخليط، وده عشان اللبن اللي انا مستخدماه في الوصفه لبن بلدي مش لبن مبستر. فطبعا دي مش بتاثر على الوصفه خالص، بالعكس مفيهاش اي مشكله، ده بيعتبر كده زي كأن اللبن فصل. ضفت كمان نص كوبايه من السمنه، بس ما تكونش مليانه على اخرها، يعني تكونوا اخدين منها معلقه كبيره كده، ومعلقه كبيره من عسل جلوكوز، ولو مش متوفر عسل جلوكوز ممكن تستخدموا عسل نحل. قلب بقى الخليط ده كويس جدا. اهم حاجه ان الخليط ما يكونش سخن، يعني ما ينزلش على دقيق البسبوسه وهو سخن. انا كنت شلت خلاص اللبن من على النار وضفت السمنه وهي مش على النار، لاني عايزه الخليط ده يبرد الاول قبل ما اضيفه على السميد عشان البسبوسه ما تنشفش معايا. عندي هنا بقى كوبايه ونص من السميد، ده سميد بسبوسه سايب عادي مش اكياس جاهزه. هضيف عليه خليط الكراميل اللي احنا حضرناه، وزي ما قلت لكم اهم حاجه ان الخليط ده يكون بارد. وهقلبهم مع بعض كده تقليبه خفيفه، مش عايزين نعجن او نقلب كتير في السميد، عشان دي برضو خطوه تانية بتسبب في فشل البسبوسه. بصوا القوام هنا مظبوط قوي مرمله، وكمان بعد ما نقلبها مهم ان احنا نشوف القوام بتاعها، يعني تحسوا ان هي مش ناقصها سوائل ولا برضو مكترين سوائل. لو مكترين سوائل هتطلع معاكم معجنه كده بعد التسويه، هتبقى وحشه جدا. ولو منقصين سوائل هتطلع معاكم ناشفه ومش مستويه كويس، السميد نفسه مش مستوي كويس. رصوا كده في الصينيه دي، صينيه مقاس 24، تقدروا توزعوها في صينيه اوسع لو عايزينها رقيقه اكتر، وتقدروا توزعوها في صينيه اقل لو عايزينها سميكه. السمك كده حاجه ترجع لكم على حسب الذوق. بعد ما اخلصها هحط بقى عليها مكسرات بندق لوز اختياري او مكسرات مشكله، وتحاولوا كده تضغطوا عليها لجوه عشان ما تطلعش بره بعد ما نسقيها بالشربات. ادخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 رف وسط. اول ما تلاقوها كده بتتحمر من الجوانب بتاعتها هتعرفوا انها استوت. هتشغلوا عليها الشوايه لحد برده ما تاخد لون حلو من فوق وتطفوا. في الوقت اللي هي في الفرن هجهز الشربات عشان يكون سخن معاها. عندي هنا نص كوبايه من السكر، عليها كوبايه الا ربع من الميه، هرفعهم على النار يغلوا، عليهم نص ليمونه، وهنزل عليه بمعلقه من السمنه البلدي بعد ما اطفي، تدي للبسبوسه ريحه حلوه قوي كده وقت ما نسقيها. اول ما البسبوسه تخرج هنسقيها بالشربات السخن. البسبوسه بتكون سخنه والشربات بيكون سخن، واغطي عليها كده واسيبها تتشربوا براحتها خالص. والافضل تقطعوها تاني يوم، بس انا قطعتها في يومها وكانت متماسكه وفي نفس الوقت مرمله. بصوا انا هنا ما استنيتش عليها كتير، انا سبتها تبرد بس وقطعتها.
المقادير دي للبسبوسه على الشعره ولا غلطه، تطلع معاكم مظبوطه جدا وممتازه. وعايزه اقول لكم هتسقوها بكل كميه الشربات، وكميه الشربات حلوه جدا ومش مسكره زياده لدرجه ان انتوا تجزعوا منها. يعني بشوف ناس بتحط شربات كتير قوي على البسبوسه وتحسوا ان البسبوسه مليانه شربات، بس البسبوسه دي متماسكه ومرمله وفي نفس الوقت السكر بتاعها هادي كده ومش شربات تقيل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم قوي. مع السلامه.